السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف سالم؟ أحمد، كيف حالك؟ كيف صحتك؟ شو الأخبار؟ الحمد لله بخير. إن شاء الله مبسوط. الحمد لله. كيف حالكم أنتم؟ كيف الأمور؟ طيبين. نحن حاليا نتجول في المدينة الحجرية، ومعي الأخ محمد بن سعود الرواحي، وعندنا الأخ مظفر هنا من تركيا. يعني شكلها طيبة، يعني من عمانيين أتراك أصحاب دايم. راح نتمشى في مناطق أو منطقة المدينة الحجرية، ومثل ما نشوف من ورانا من أمامنا هي المدينة الحجرية، يعني بني معظم بنيانها في 1890 تقريبا، أيام حكم سيد برغش بن سيد سعيد بن سلطان. والآن احنا نمر عند مأتم الشيعة، ومثل ما تعرفوا الآن انه في أوائل شهر محرم، وطبعا عندهم احتفالات وعندهم مناسبات خاصة، وراح محمد يكلمكم عن المناسبة هذه، وراح يراويكم الاحتفالات الموجودة في أمامنا. وهذا هو من الأمام طبعا راح تشوفوا، وهذا المأتم الجبال هنا، ما شاء الله. نفس الشيء هنا مكتوب. ايوه، الحمد لله. هنا في التعايش الديني والمذهبي في زنجبار تقريبا نسخة من التعايش المذهبي والديني في السلطنة. نعم، هنا عندنا جميع المساجد من أي المذاهب في زنجبار، وكذلك في المعابد الأخرى مثل الأديان أو الأماكن العبادة الهندوسية ونفس الشيء المسيحية، كنائس موجودة في زنجبار هنا. فإحنا الآن مثل ما تشوف من خلفنا يحتفلوا الأيام هذا، وموجود شو اسمه الأقمشة السوداء تدل على مظاهر احتفالات. شكرا جزيلا. بارك الله فيك يا شيخ سالم. أهلا وسهلا. الحين في طريقنا إلى الآن احنا بعدنا نمشي في المدينة الحجرية، وبعد قليل راح نصور لكم مأتم أو وقف السفير أو أول مبعوث عماني من عمان إلى زنجبار إلى أمريكا، الولايات المتحدة الأمريكية. نعم. تعرفوه ولا نغششكم؟ هو أحمد بن نعمان الكعبي، وأصله بحراني من البصرة، وكان مستشار وكاتب سيد سعيد بن سلطان، واختير بأن يكون أول سفير أو مبعوث عماني إلى أمريكا. وراح نمر الحين من أمام بيته، وراح نصور لكم المبنى والوقف تبعه وإيش مكتوب هناك، ونخليكم أبو أحمد هو يشرح لكم. طيب، أحسنت. بارك الله فيك. ومنظر هذا من مظاهر المنطقة من المدينة الحجرية. شباب، هذا البيت أسسه وبناه أول سفير عماني وكاتب الدولة البوسعيدية في زنجبار، السفير أحمد بن نعمان الكعبي البحري. ولد في البصرة في عام 1204 أريد أصلح المعلومة، هو البحراني مش البحري. البحراني. نعم البحراني. ولد في البصرة في عام 1204 للهجرة، وتوفي في زنجبار. وكان مشهور بأنه أول سفير عماني إلى الولايات المتحدة الأمريكية من دولة البوسعيد التي كانت إمبراطورية هذاك الزمان يحكمها البوسعيد في زنجبار وسلطنة عمان. وهذا بقي وقف ومأتم للأخوة الشيعة، والآن محتفلين بأيام عاشوراء، كنا في الأيام الأولى من شهر محرم لعام 1446 للهجرة.